السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. تعالوا نصلي على النبي كده ونشوف ايه احنا عاملين ايه في المطبخ النهارده. احنا عاملين كيكة جميلة جدا وسهلة خالص. انا المقادير بتاعتي 3 كوبايات دقيق، واحدة بيكنج باودر مع الدقيق، وبهزهم كده عشان لو في اي حاجة يعني متبقاش موجودة في الدقيق، وكمان يخشهم هوا. خلاص. وبعدين هنا هحط البيكنج باودر يتنخل مع الدقيق عادي. خلاص، دي الحاجات الناشفه مع بعضيها كده وخلاص. انا كده هزيت، طمنت ان مفيش اي حاجه. وهحط كوبايه ونص سكر، عايزه تزودي تقللي حسب راحتك انتي. وهحط واحده فانيليا، كوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن، وثلاث بيضات. انا هنا حطيت الثلاث بيضات اهمت. واللبن هسيبه في الاخر، هزود بيه لو بعد ما بخلص الخليط دوت. الاول احط اللبن والبيض والفانيليا في الخلاط والسكر، بضربهم كويس لحد ما الخليط يدوب. بعدين بنزل باللبن بقى، باخد في الكبه، ادلقه في الكبه، انزل مكان الحاجه اللي انا خلطتها دي. خلاص. وطبعا الكيكه يا جماعه على اتجاه واحد زي ما انتوا عارفين، عشان خاطر الهواء ما يطلعش منها. خلاص، انا هنا كده قلبتها تمام. صينيه ألمونيا عادي خالص. نقطة الزيت اللي بتفضل في الكوباية نقطة، بصوا قد ايه نقطة، دهنت بيها الصينية. ولا دقيق ولا بتلزق ولا أي حاجة. أنا حطاها في قالب كبير عشان خاطر أنا عايزاها سمكها يكون مش عالية قوي. خلاص. وهنا طبعا أنا كنت مولعة الفرن بقاله 10 دقايق، ربع ساعة سخن. وحطها في أول شبكة، في يعني أقل من النص كده، حاجات بسيطة. المهم تبقى مرفوعة عن البوتاجاز. وطبعا كل فرن بيختلف عن الفرن اللي قبليه، يعني كل واحد عارف حرارة فرنه. انا مولعاها على 200. وهنا خلاص هنحطها في الفرن كده تمام. وده هنا انا اخدت شوية من الخليط، وهعملها هديها شكل كده بالشوكولاتة. خدت شوية وحطيت عليهم معلقة كاكاو العادي خالص. وهو عملتها كده عشان تديها منظر وكمان تديها طعم حلو. خلاص. وده كان شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. بألف هنا وشفا على قلبكم، ولا أسهل. لازم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم شايفين جمالها وحلاوتها، وطالعة يعني جميلة جدا وهشة وجميلة وتحفة. بألف هنا وشفا على قلبكم، مع حاجة ساقعة مع سخن زي ما انت عايزة. ما تنسوش يا جماعة اللايكات والاشتراكات.